الست في مصر عندها زرار تدوس عليه تخلص من العيشه واللي عايشينها. ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. تعال اقول لك القانون قال لها تعمل كده ازاي. الخلع من اكتر المواضيع اللي عليها جدل في قانون الاحوال الشخصيه المصري، لانه بيدي الحق للزوجه انها تطلق نفسها حتى ولو جوزها مش موافق. طب الكلام ده فين؟ اقول لك فين وما تزعلش. بالتحديد في الماده 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 اللي بينظم بعد اجراءات التقاضي في قانون الاحوال الشخصيه، اللي بتقول لك ان الزوجه من حقها ترفع دعوى خلع لو كرهت العشره مع جوزها او خافت ان لا تقيم حدود الله. ايه اللي وصلنا لكده بس يا صالح؟ ايه اللي وصلنا لكده؟ طب السؤال هنا، هل الخلع ليه شروط؟ طبعا ان الزوجه ترد المهر لجوزها اللي خدته يوم الجواز وتتنازل عن كل حقوقها الماليه الشرعيه زي مؤخر الصداق ونفقه المتعه ونفقه العده. طيب ولو الزوجة رفعت الدعوة هنا بتطلع على طول؟ طبعا لا، المحكمة بتحاول تصلح بين الزوج وبين الزوجة، ولو الزوجة أصرت على الخلع ايه يا شيخ؟ ايه يا شيخة؟ هنا المحكمة بتحكم لها بالطلاق. طيب ولو الدنيا اتظبطت وحبوا يرجعوا لبعض هنا هنبدأ تاني من الأول، من عقد جديد ومهر جديد. فقبل ما أي زوجة تاخد خطوة الخلع لازم تفكر كويس، لأنها هتخسر حقوق مالية مهمة جدا، فممكن يبقى في حل ودي أو تفاوض أحسن. يعني باختصار الخلع سلاح للست ولكن هي اللي بتدفع تمن. لو عجبك الفيديو اعمل لي فولو وتنساش تجيلي في الكومنتات وتقول لي جاي في